ممكن يزيد من نتيجه المباراه. طبعا احترامي الشديد والكبير لنادي الاتحاد السكندري اللي كافح، وانا مش بتكلم في امور فنيه تتعلق بالمباراه، بتكلم في امور تتعلق بالتحكيم، اداء الحكم. يعني النهارده ما ينفعش انا كحكم دولي احتسب خطا واللعيبه بتعترض بشكل استفزازي وانا اديهم ظهري، لا. ده معناه ان انا مش عايز احط نفسي في مواجهه مع اللاعبين عشان ما استخدمش الكروت بتاعتي. طب رايك كابتن جمال، من شخصيه الحكم كابتن سيد عبد الحفيظ اشتكى من كثره تعطيل اللعب وقال دي مش كره قدم، وانا قلت انه يعني كابتن سيد يمكن متعصب شويه، الهدف تاخر كثيرا وبالتالي كان هناك نوع من انواع الشد العصبي. هل ترى ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان معاه الحق؟ هو معاه الحق طبعا، ده في دفع في ظهر اللاعب خلاص. تمام. نمره 2 اهمال من اللاعب. كانت تستحق طرد لاعب نادي الاتحاد؟ لما اتكلمت طرد قلت طرد، لان لو اللاعب هنا لم يسقط اللي هو محمد ناجي جده فرصته في تسجيل الهدف اعتقد كانت واضحه. حسام غالي لم يكن يستحق الانذار الثاني؟ حسام غالي لم يكن يستحق الانذار الثاني. كابتن جمال غندور اشكرك شكرا جزيلا. لازم يعمل كده عموما يا ابراهيم. الحقيقه انتوا النهارده كنتوا رجاله جدا جدا جدا، ويمكن انا عايز اقول لك لو انتوا لعبتوا ماتشاتكم كلها المتبقيه بالروح دي الوضع هيبقى مختلف تماما في الجدول يا ابراهيم. والله يا كابتن مدحت احنا عندنا 6 بونت على ملعبنا، يعني لا مفر ان احنا ناخد ال6 بونت. ان هو دخل في اللعبه. انا شايف انه من عصبيته، بص هو طالع يوقف الكوره
اوتوبونج اللي راجع بالبطيء بقى هتبان قوي. كمان نبهني لنقطه ان اوتوبونج جاي يعني جاي من ورا زي ما حضرتك بتقول. لا بالبطيء يا كابتن، بالبطيء تاني من ورا هتبان قوي ان حسام غالي ولا يعرف ان في حد وراه. هو رايح، وكمان حتى كانت هتبقى توقيفه حلوه قوي. يعني هو دي كمان دي توقيفه من توقيفات كابتن الخطيب اللي هي الحاجات اللي هي بيفرد رجله على الاخر وحسام بيعملها كويس. هو بلاي ميكر هايل، لكن طبعا هو متعصب قبل المباراه. هو متعصب، انا جبت قبل المباراه واضح يعني مساله ان هو عايز يلعب نص ملعب ومش عايز يلعب ليبرو، وفي تنشنه ما بينه وبين المدير الفني في الجزئيه دي. بص يا كابتن، هو مش يعني ارجع سنه كمان، ارجع كمان شويه كمان بص بقى، هو مش شاف اوتوبونج خالص. واللاعب الاتحاد اهو، الكره جايه من هنا، الكره جايه من هنا، حسام غالي بيتحرك عشان يلعبها. هل حسام غالي شايف لاعب الاتحاد؟ مش شايف. لا. نمشي فريم كده يا بعد اذنك يا برجاوي، نمشي اهو، نقف. حسام غالي النهارده اهو بيلعب الكوره، مين اللي جاي من الخلف؟ لاعب الاتحاد. النهارده حسام غالي عشان اعاقبه بخشونه زائده او لعب عنيف او الى اخره، لابد ان هو يكون شايف اللاعب. انا مش شايف اللاعب، انا بتحرك تجاه الكوره واللاعب ده جاي من الخلف. انا مالي، انا برفع كوره وبلعب الكوره، رجلي خبطت فيه، هو اللي جاي خابط في رجلي. انا رايح العب الكوره، اللي هي جايه واجهني الاول، هو جاي من الخلف. انا بستغرب الانذار ده، شايفه غير مستحق بالمره. يعني ملوش دعوه بالانذار. ما يعني رايي الشخصي ان لعبه لا تستحق الانذار خالص، فاول عادي. رغم ان لو انا فاكر لعبه جد الاولانيه، الشوط الاولاني يا كابتن خالد، الحاله الاولانيه بتاعت جده اللي هو رايح يلعب الكوره وبيخبط في اللاعب وما اداش انذار. انا هنا بقول يا ريت ان الحكم يكون معيار الانذار عنده واحد، معيار الطرد واحد، عشان خاطر يبقى الامور تمشي سهله. اما جهاد جريشه فهو تخصص كروت حمراء مع النادي الاهلي. وائل جمعه اتطرد على ايده في الدقيقه 79 من لقاء الحرس والاهلي في دور ال 16 في كاس مصر في 7 يناير 2009. بركات اتطرد على ايده في الدقيقه 65 امام الشرطه في الجوله 22 في الموسم قبل الماضي في 6 مارس 2009. ثم جاء طرد حسام غالي النهارده على ايد جهاد جريشه. عشان نروح في مش هتروح دي لقطه اليوم، رساله حب من جمهور الاهلي الى جماهير الزمالك، شيء جميل.